يلا كده مع بعض نعمل فطيرة طاقية السلطان اللي قلب الدنيا. طبعا ده الترند، فانا قلت بقى اما اجربه كده الصراحة تستحق التجربة وتستحق الضجة اللي معمولة عليها. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، وهتكون معايا نص كوباية من اللبن دافية، وهتكون معايا نص كوباية برضو من المية. وهتكون معايا بيضايه، بس انا هاخد البياض وايه وهحتفظ بالصفار. هقول لكم بقى هنعمل بيه ايه، هنشيله بقى دلوقتي. الصراحه جميله جدا. طبعا هغطيه كده بكيسه واشيله. وطبعا معايا كده معلقتين كبار من السكر، ومعايا معلقتين، ومعايا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعايا كده 3 معالق من الزيت، وهتكون معايا ده زبده، معلقه كبيره من الزبده بس مش هحطها دلوقتي. وحطيت كده نقطه كده من الفانيليا. طبعا انت ممكن ما تحطهاش مش مشكله، بس هي الصراحه بتدي لها ريحه حلوه. طبعا انا بدات كده ايه هقلبهم. طبعا انا حاطه دفيت بس اللبن، يعني دفيت اللبن وما دفيتش الميه. هسيبهم بقى كده لمده 10 دقايق كده، اشوف بقى الخميره كده هتتفاعل ولا لا. وهتكون معايا كده معلقه من البيكنج باودر صغيره، ومعلقه كده نص معلقه من الملح. نص معلقه من الملح مش مليانه. بصوا الخميره ما شاء الله تفاعلت ازاي. طبعا معايا كده ايه، دول 3 كوبايات ونص من الدقيق، على حسب. ممكن انت تاخدي 3 كوبايات من الدقيق بس ويلم معاكي العجينه، وممكن تاخدي 3 ونص. انا اخدت 3 ونص، يعني السائل ده اخد معايا 3 ونص. طبعا اهم حاجه ان انا ايه، ابدا اعجن فيها. طبعا انا برضو ماشيه بالدقيق واحده واحده لغايه ما تلم كده العجينه معايا. بس هي لما لغايه ما لمت معايا كانت اخدت 3 كوبايات ونص من الدقيق، زي ما انتم شايفين كده. هبدا اعجن فيها. معلش هي ممكن يكون الخطوات بتاعتها بس والله يعني مش كتيره ولا حاجه. يعني كانت جنب مني كده، انا كنت بعمل الغدا، فبدات ان انا ايه عجنت العجينه، وبدات ان انا اشكلها يعني، وانا جنب مني بعمل غدايا وبعمل حاجتي. على بالليل بقى كده كانت خلاص بقت جاهزه معايا. طبعا في السهره كده بقى جنب بقى شاي بلبن او جنب كوبايه الشاي كده، بسم الله ما شاء الله، كانت فعلا تستاهل يتعمل عليها كده الترند الجميل اللي هي عاملاه. الصراحه كانت جميله جدا. طبعا بدات حطيت كده ايه معلقه كبيره من الزبده، وهبدا برضو افضل اعجن في العجينه كده لغايه ما العجينه تلم معايا. مش عايزه اقول لك العجينه كانت طالعه ريحتها عامله ازاي، وكانت قوام العجينه عامل ازاي. بصي نعمت ازاي وبقت جميله. طبعا بتسيب ايدك وما بتلزقش كده، وجميله ما شاء الله. هبدا ان انا اقسمها. احاول بس على قد ما اقدر ان انا اخلي ايه العجينه الاتنين قد بعض. لو بحس واحده كبيره شويه انا بظبطها بالويم. لو انت حابه بقى ان انت ايه تقسميها، توزني القطعه كده براحتك خالص. هبدا بقى ايه اسيب كده ديت، والجزء ده هحط له كده معلقتين كبار من الكاكاو. انا حطيت له الصراحه معلقتين، انا يعني ديت كده كانت معلقه ونص، بس برضو لقيتها محتاجه النص التاني. جبت كده ايه نص المعلقه التانية، يعني اخدت معلقتين كبار كاكاو. الكاكاو الاسباني. طبعا انا بحب اشتغل بالاسباني. كاكاو الاسباني عشان خاطر ايه ما فيهوش ولا رمله ولا اي حاجه، وبيبقى نضيف كده وبرده جميل الصراحه معايا في المعجنات او في الكيكه ولا حاجه. وحطيت لها كده معلقه كبيره من اللبن. معلقه ممكن يعني ممكن تكون مثلا معلقه ونص كده من اللبن، عشان برضو احنا معانا الكاكاو هينشف العجينه شويه. فيا دوبك الصراحه معلقه كده وشويه كده من اللبن ظبطت معايا كده العجينه ما شاء الله. بس فضلت بقى اعجن فيها لغايه ما كل الكاكاو كده ايه اتدخل كويس مع العجينه وكله اختلط مع بعضه كده. طبعا هبدا اغطيهم واسيبهم في مكان دافي. خلاص معايا العجينه خمرت. هبدا اجهز بقى ايه. ممكن بقى تعمليها في صينيه، تعمليها في اللي هي ديت. انا بتاعت الكيك ديت الصراحه جميله جدا معايا. برضو جبت كده فيها شويه كده من الزيت، وبدات بالفرشه كده وزعت فيها الزيت كويس. فكانت عندي كده قطعه كده من اللي هي ورقه الزبده ديت، ممكن تستغنى عنها وتحطي عادي. ما انت كده كده خلاص انا حطيت زيت. وبرضو دهنه كده برضو بالفرشه كده بالزيت على الورقه. طبعا طلعت معايا كده بكل سهوله. بعد ما بطلعها من الفرن سيبها تهدى شويه وخلاص تطلع معايا.
اول ما بتطلع من الفرن بغطيها كده بالفوطه واسيبها شويه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينه خمرت معايا بقت جميله. طبعا هبدا بقى افرد ايه اللي هي بالفانيليا دي الاول. طبعا انا عايزه برضو ايه وانا وبفرد كده هعملها كده على شكل مستطيل كده. بصوا ما شاء الله مش عايزه اقولك العجينه قد ايه جميله وخفيفه، بتفرد معايا كده بكل سهوله. وطبعا احنا في الجو الشتا ده فبيحب بقى ايه تعملي بقى اي حاجه كده جنب كوبايه الشاي او الشاي بلبن كده، او اولاد بقى بيقعدوا بقى السلام بالليل بيذاكروا كده فبيبقوا عايزين بقى ايه او جعانين كده، بيجي عليهم وقت بقى كده ايه نبقوا جعانين بالليل وعايزين بقى ايه تاخدي حاجه كده جنب كوبايه الشاي بلبن. الصراحه كانت جميله جدا. بس اهم حاجه بقى ان انتوا تعملوا لنا كده اللايك الجميل بتاعكم، عشان اللايك ده اللي بيرفع لنا الفيديوهات. هبدا برضو افرد كده اللي هي بالشوكولاته كده. خلاص كده فردتهم الاتنين. هبدا برضو ايه اظبطهم الاتنين كده على العجينه، على حطيت كده الاول دي الفانيليا وبعد كده احط اللي هي بالشوكولاته. هظبط بقى العجينه دي مع دي كده وابدا افردهم كده شويه. يعني هي رشه الدقيق الخفيفه اللي كنت بفرد بيها رشه خفيفه خالص، وابدا برضو احط كده ايه رشه دقيق خفيفه عشان برضو ايه مش عايزاها تلبد مني ولا حاجه، تبقى معايا كده حلوه عشان تسهل معايا. طبعا لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي متنسيش بقى تشرفيني وتنوريني كده بالاشتراك الجميل بتاعك. كومنت حلو بقى يفرحني كده. طبعا انا كان معايا الصراحه كان عندي نوتيلا، فاحنا طبعا عملنا النوتيلا قبل كده مع بعض. ف يعني انت ممكن تسيحي مثلا الشوكولاته او تحطي شوكولاته مبشوره او شوكولاته شيبس. انا جبت برضو شويه كده من الشوكولاته كده بشرتهم بالسكينه، وشويه كده من شوكولاته الشيبس بدات اللي انا ايه احطهم كده عليهم. وحطيت كده برضو شويه كده من النوتيلا. حطي ما تخافيش يعني ايه ظبطيها كده. هبدا بقى ان انا اقفلها كده كويس. اهم حاجه وانا وبقفلها كده بقفل بقى اللي ايه بقفلها كويس كده عشان خاطر ايه تتظبط كده معايا. ممكن بقى بالمرحله دي كده وانت بتعملي بقى الشكل ده ممكن بقى قطعه البيتزا، وممكن ان انت تجيبي سكينه عادي مفيش اي مشكله. طبعا وانا وبلفها كده بقى زي الضفيره كده بتبداي تضغطي الاتنين على بعض كده وتشديها، تتشد معانا كده بكل سهوله. شايفين بقى بلفها كده زي الضفيره بالظبط. الصراحه بتبقى شكلها جميل جدا الصراحه. وفعلا انا مش عايزه اقولك قد ايه كانت هشه كده وجميله. العجين بتاعها كده خفيف كده وحلو. انا هي التسويه بتاعتها كاني كنت بعمل كيكه، يعني زي ما كانك بتسوي الكيكه كده بتحطيها على الرف اللي في النص وبتسيبي النار عليها لغايه ما بتاخد كده اللون بتاعها. بس ما شاء الله كانت جميله بكل سهوله كده اتعملت. خلاص كده تلفيها كده زي الرول كده. الصراحه بتبقى جميله جدا معاكي. شايفه الشكل بتاعها جميل. برضو بظبطها كده لو فيها اي حاجه مثلا كده عايزه تتظبط. جبت بقى ايه زي ما قلت لك صينيه او اللي هي الحله اللي بنعمل فيها الكيك دي. طبعا انا ايه ببدا ان انا احط الطرف بتاعها ده على ده كده عشان خاطر تظبط معايا كده لما اسيبها بقى تخمر فتظبط كده حلو معايا. طبعا اغطيها واسيبها لغايه ما حجمها يتضاعف. طبعا اولع الفرن واطفيه يا دوبك دقيقه بالظبط، واروح حطاها ايه ورحت حطاها كده في الفرن. زي ما انت شايفه ما شاء الله خمرت وبقت جميله جدا اهيت. ولعت الفرن يا دوبك دقيقه بالظبط وطفيت الفرن ورحت مغطيها بالفوطه كده ودخلتها في الفرن وسبتها كده. بقى الفرن دافي معايا لغايه ما خلاها ايه خمرت كده. اخدت بالظبط كده معايا يعني اخدت ساعه الا ربع كده في الفرن. بقت معايا ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. جبت بقى اللي هي صفار البيضه
اللي احنا كنا شايلينه مع بعض دلوقتي. بدأت حطيت نقطة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من اللبن، وهبدأ بقى ان انا ايه افضل كده معاها واحدة واحدة بس بالراحة، عشان برضه احنا مش عايزين ايه، عشان هي خلاص اخدت الخمر بتاعها، فاحنا بنمشي معاها واحدة واحدة كده بالفرشة كده، وتبدأي ايه توزع عليها. بيديها لون وفي نفس الوقت بيخليها طرية. وزي ما قلت لك كأن انا مولعه الفرن وسايباه كأن بالظبط هعمل كيك كده، وبسيبها بقى براحتها، ما ولعتش الشوايه ولا حاجه، هي اخدت اللون ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طبعا طلعتها وغطيتها كده بالفوطه وسبتها تهدى شويه. جبت لها كده ايه معلقه صغيره كده من الزبده، مش مليانه قوي. طبعا المعلقه الصغيره ديت هتديها لمعه بقى، ما اقولكيش ما شاء الله كده. وبعد كده رحت ايه حطيت برضو، وهحط دلوقتي معلقه من العسل. اديها كده معلقه من العسل. ما عندكيش عسل ممكن ان انت تولعي كده النار على معلقه كده من السكر وتخليها تتقل معاكي، تبقى كأنك يعني ايه عامله عسل بس عسل تقيل شويه. وتبداي برضو تديها ايه لمعه كده بيه، نفس الوقت بيبقى طعم حلو وبيديها لمعه. هبدا برضو اسلكها كده بالسكينه بالراحه كده وبكل سهوله كده سلكها. هي ما شاء الله طلعت بكل سهوله خالص، اخدتش وقت معايا. شايفه الارتفاع بتاعها بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.